انا مش فرحان في رحيل ياسر سروب عن النادي الاهلي، ولا فرحان بتعيين وائل جمعه مديرا للكره في النادي الاهلي، ولا فرحان كمان بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مديرا للتعاقدات في النادي الاهلي. هتقول لي لا يا ابو سمر، ده كل الاهلاويه فرحانين برحيل ياسر سروب وفرحانين اكتر بتعيين الكابتن وائل جمعه مديرا للكره. اقول لك انا زعلان على حال النادي الاهلي. تعال اقول لك انا زعلان ليه. لان النادي الاهلي عمره ما كان مخترق اعلاميا. لان النادي الاهلي في الفتره دي مخترق اعلاميا. ليه في الفترة دي بنسمع مصادر من داخل النادي الأهلي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمة دي من زمان؟ أيام الكابتن سيد عبد الحفيظ لما كان مديرا للكرة في النادي الأهلي ما كناش بنسمع حتة مصادر من داخل النادي الأهلي. ليه بنسمعها دلوقتي؟ ليه أنت كأهلاوي عارف من امبارح إن ياسوس روب خلص كل حاجة بالتراضي مع النادي الأهلي ومستني البيان الرسمي على صفحة النادي الأهلي؟ ليه أنت كأهلاوي عارف من أسبوعين ثلاثة إن وائل جمعة هيبقى مديرا للكرة في النادي الأهلي، وعارف كمان من شهرين او شهرين ونص ان الدكتور عصام سراج الدين هيبقى مديرا للتعاقدات في النادي الاهلي؟ من امتى بنعرف الاخبار دي؟ من امتى اخبار النادي الاهلي دايره في الاعلام وكل واحد جايب لك خبر ولا اتنين على النادي الاهلي؟ من امتى كنا بنسمع ان في خناقات في اوضه لبس النادي الاهلي وفي حوارات في اوضه لبس النادي الاهلي؟ دلوقتي اوضه لبس النادي الاهلي بقت مباحه في الاعلام بسبب مصادر من داخل النادي الاهلي. من امتى كنا بنعرف ان في جلسه مع اللاعب الفلاني لتجديد عقده مع النادي الاهلي؟ اخر تجديد عقد لحسين الشحات شفنا الفيديو بتاعه على الصفحه الرسميه بتاعت النادي الاهلي وعرفنا وقتها. انما دلوقتي عارفين الجلسه الاولى والجلسه الثانيه والجلسه الثالثه اللي رفض فيها حسين الشحات ان هو يجدد للنادي الاهلي بسبب ان النادي الاهلي عرض عليه مبلغ قليل، وحسين الشحات اتصور وجمع متعلقاته ومشي من النادي الاهلي. من امتى كنا بنعرف الحاجات دي؟ من امتى بنعرف التفاصيل؟ احنا بقينا بنعرف تفاصيل الاجتماع من قبل ما الاجتماع يخلص، اللي هو ازاي؟ من امتى الحاجات دي بتحصل في النادي الاهلي؟ فانا زعلان على النادي الاهلي، وطبعا فرحان برحيل ياسر رب، وفرحان كمان بتعيين الكابتن وائل جمعه مديرا للكره، وفرحان بالهيكله اللي حصلت في النادي الاهلي. بس مش فرحان على اللي وصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي بقى كتاب مفتوح للاعلام المصري، كل واحد جايب له خبر ولا اتنين عن النادي الاهلي. من امتى النادي الاهلي كان كده يا جدعان؟ فاحب اقول لاداره النادي الاهلي اقفلوا على نفسكم شويه وشوفوا لنا المصادر اللي بتطلع اخبار النادي الاهلي دي وتردوها بره النادي، عشان الناس دي مش امينه ولا تعرف حاجه على شغلها، ولا الامانه ولا الضمير في شغلها. بس كده، يلا سلام.